سنة 1968 مصر اكتشفت ان اسرائيل بتجهز سلاح جديد، مش دبابة ولا طيارة، لكن حاجة اخطر بكتير، حفار بترول ضخم هيشفط بترول سيناء قدام عين مصر. وقتها صدر قرار سري، الهدف الحفار لازم يختفي بأي طريقة. بعد احتلال سيناء 1967 إسرائيل بدأت تدور على البترول هناك، واشترت حفار عملاق اسمه كينتينج. الحفار ده كان وحش هندسي، يقدر يحفر في أعماق البحر ويستخرج ملايين البراميل. يعني ببساطة كان ممكن يدي إسرائيل ثروة من أرض مصر، وده كان تهديد خطير جدا، مش بس اقتصادي لكن استراتيجي كمان. في اللحظة دي المخابرات العامة المصرية دخلت على الخط، صدر أمر مباشر، الحفار لازم يتدمر قبل ما يوصل. تم تشكيل فريق سري من غير رتب ومن غير أسماء ومن غير وجود رسمي، وابتدت أخطر عملية خارج حدود مصر. الحفار كان موجود في ميناء أبيجان في مدينة أبيجان في دولة ساحل العاج، بعيد وفي أمان، أو ده اللي كانوا فاكرينه. فريق المخابرات وصل هناك بهويات مزيفة، اشتغلوا في صمت، راقبوا الحفار ودرسوا الحراسة، استنوا اللحظة المناسبة، وفي ليلة واحدة تم زرع متفجرات في جسم الحفار من غير ما حد يحس، من غير أي إنذار. وفجأة دوا انفجار ضخم، النار اشتعلت والحفار اتحول لخردة. المشروع كله انتهى قبل ما يبدأ. إسرائيل خسرت الحفار وخسرت فرصة استخراج بترول سيناء، ومحدش أعلن رسميا مين اللي عمل كده، لكن الرسالة كانت وصلت. مصر كانت لسه بتقاتل حتى في الظل. العملية دي ما تعلنش عنها رسميا وقتها، لأنها حصلت خارج مصر وعلى أرض دولة تانية، وكان ممكن تسبب أزمة دولية. فضلت سر مدفون في ملفات المخابرات، عملية اتخططت في صمت واتنفذت في صمت، وغيرت نتيجة معركة كاملة من غير طلقة رصاص واحدة. في الحروب مش كل الانتصارات بتحصل في ساحة المعركة، بعضها بيحصل في الظلام من غير شهود، من غير اعتراف، لكن بنتيجة واحدة، الهدف اختفى.